Come on. Go. صباح الخير. النهارده يوم اجازه، فاخدت وقتي شويه في النوم بصراحه. صحيت حابه ادوم سكرولينج للاسف، بس عملت وجبه سيريلاك. النهارده علينا تمرين بول. في كده حاجه عايز اقولها. امبارح كان عندي تمرين مصارعه وعدت عليا كده خاطره. امبارح كنت واقف طول اليوم تقريبا في الشغل، وبعدين خلصت ورحت عملت مشوار فواقف تاني ومواصلات، وكان يعتبر بقى ويك اند فزحمه وطابور مكنتش قادر. قلت خلاص انا هروح مش هتمرن وبتاع. وبعدين قلت ما لا، يعني في دايما كده جمله بتيجي في دماغي اللي هو بيقولك باد سيشن better than nothing، اللي هو حتى لو سيشن مش اقوى حاجه فيها احسن ما انت متمرنش خالص. وده في الجيم وفي المصارعه في اي حاجه عامه. وفعلا حاولت لا احمس نفسي شويه، حابه موتيفيشن، حابه فيديوز مصارعه بحيث ان انا يعني ابقى موتيفيتد شويه. والحمد لله نزلت خدت تمرينه لذيذه مش وحشه. برجع تاني، هو دي تاني تمرينه ليا تقريبا. بدات اجمع شويه من حركات المصارعه القديمه، وبس بنحاول نبالانس الدنيا كده. وهكيب يو ابديتد برضه، ممكن احاول اصور تمرينه مصارعه كده كامله يوتيوب وننزلها. بس فاخد الوجبه دي ونستنى شويه وننزل ناخد تمرينه لذيذه. اوكي، موفين لوجبه قبل التمرين، وايت مونستر. وهنا لقيت شويه تي مجفف، وبتفرج على برانش وورن، من اجمد الناس اللي غيرت تفكيري في بودي بيلدينج عامه وفي الحياه عامه. وانا لسه بتفرج على الفيديو بتاع برانش وورن بالصدفه لقيت فيديو كده فويس اوفر ليه بيتكلم، بيقول ان هو كان في الناس طلبوا منه ان هو يروح لمساجين ويكلمهم، يديهم كلام بوزيتيف يحمسهم، الكلام ده كله. وقال كلمه الناس دايما بتهرب منها قوي، وقال لك ان بودي بيلدينج غيرته، دي حاجه كويسه. سؤالك برضو اللي هو being a Christian او Christianity او ايا كان، ان هو الدين غيره او المسيحيه غيرته. ليه احنا مش بنشوف دايما المثال ده مش عندنا؟ يعني لما الاقي فيجن، عارف، عايز فيجن نفسي كده، دايما متخيل نفسي مثلا حد اللي هو مثلا كمان مثلا 20 سنه ولا حاجه، حد دلوقتي في الاربعينات. انا حد فورمه كويسه بقالي كام 30 سنه بتمرن مثلا، او 25 سنه، فانا فورمتي جامده. عندي شكلي قوي. عارف، رف كده، لو ربنا كرم والدقن دي طلعت تبقى الدقنة كاملة قوية كده. مسؤول عن زوجة، مسؤول عن أولاد. ف فدايما بشوف المثال ده بيرسموه بره، بيبقى متمسك قوي بان هو الدين ومش الدين. غير هنا اي حد دايما بالنسبه له لا، انا عايز الدين بالنسبه لي يبقى انا بس شخص في حالي متدين، بنزل اصلي واطلع. انت عمرك ما هيبقى ليك، خصوصا لو عايز تتكلم في حته ليها علاقه بالدعوه بقى كمان، انت مفيش حد هيسمع منك اكتر من ان انت تشده شكلا. يعني انت لو حد شايف ان انت فورمه، ان انت جامد، ان انت عارف تعمل فلوس كويسه، ان انت مهتم بنفسك، بتعمل حاجه اللي بتحبها عادي جدا، سواء ان انت بتحب عربيات، بتحب موتوسيكلات، ده حاجه مش حاجه اللي هي ترميك في حته تانية. وانا كنت لسه بتكلم مع حد صاحبي في الموضوع ده، حتى ان هو كلنا بنغلط، بس انت لو انت حاطط في دماغك ان انا عايز ابقى شخص فعلا متدين، عايز ابقى شخص فعلا كويس، اوكي، هتبدا تتعامل بالطريقه دي، تبدا تتعامل ان انا شخص فعلا متدين. بالنسبه لي حاجات اكستريم مش هعرف اعملها. مش هينفع اروح مثلا اسهر مره في كلوب، مش هينفع اروح مثلا مكان شط او حاجه، مكان فيه مثلا بنات كتير قوي مش لبسها مش كويس. مش هينفع ان انا اخد فلوس حرام، مش هينفع. حاطط لنفسك باوندريز. فعادي، مش لازم ان انت عشان غلطت في حاجه، او انت مثلا عندك مثلا ذنب، سواء مثلا بتسمع اغاني، بتعمل حاجه، عندك مشكله في غض البصر، لو انت حاطط نفسك انا حد وحش، لا خالص، لكن حاطط نفسك انا عايز ابقى مسلم، عايز اكون شخص مسلم احسن. حاول قلل هنا مره، بدل ما تبوست مثلا 30 فيديو في الشهر فيهم اغاني، بوست 15. حاول تقلل عادي، دي ليفلز تختلف من شخص للتاني. بس حط في نفسك انا عايز ابقى كده، يعني عايز ابقى الناس تشوفني لا ابقى مبسوطه فعلا، تروح تقول لا انا عايز فعلا التزم. الموضوع بسيط يعني، كلها اختيارات صغيره هتاثر في حياتك على اللونج تيرم.
يعني انا عامه النهارده اول ما صحيت كنت ايه، قلت لا لو ما اصحى واكل هنزل وايه وابقى اصلي الظهر بقى ايه بعد ما اجي الظهر اذن عليه وانا هناك. وانا قلت طب ما اخر نفسي شويه، اكتر الوجبه بتاعتي شويه بحيث ان انا استنى الظهر، انا كده كده اجازه المسجد تحت البيت، ايه المشكله؟ فما تعالى على نفسك. يعني ربنا بيقول من تقرب الي شبرا قربت اليه ذراعا. فانت شايف فاهم الموضوع؟ لما تيجي على نفسك تقرب شبر شبر بس، ربنا شوف مقدار الشبر مقدار الذراع. فجرب خد الخطوه. ده مش شطاره مني كده، ده بفضل ربنا كده كده. موضوع المسجد بس ده من الحاجات اللي غيرتني قوي، فكره المسجد فعلا. دي حاجه بسيطه حتى لو انت عامل ايه كده كده يعني في معظم الاماكن في مساجد قريبه منك، تمشي لها دقيقتين تلاتة اقصى حاجه. فلا روح خد الثواب، تعالى نفسك عشان هتلاقي نفسك التمرين بقت احسن. لما انا عايز مثلا اقرا الورد بتاعي بس مكسل شويه اصلا مش عارف، لا دخل الورد دخل القران معاك، هتلاقي الوقت بقى فيه بركه. فبس انا اتفرعت قوي الموضوع، بس عامه انا بحاول اتشيف ده حتى في الكونتنت بتاعي ان انا عايز اطلع شويه من حته اللي هو بودي بيلدينج بس، ان انا خلاص دماغي ما عادش جايبه بودي بيلدينج كومبيتنج قوي. بس انا لسه بحب اشيل كتير، بحب جسمي يكون شكله ضخم، دي حاجه انا بحبها وهفضل احبها طول عمري. فدي حاجه ما تتعرضش خالص ان انت فعلا تكون حاطط نفسك ان انا عايز اكون شخص ملتزم على قد ما اقدر. خليك فخور بده. يعني يمكن دي من الحاجات اللي انا محتاج اتكلم عليها برضو اكتر شويه، فكره ان حاجه من الحاجات اللي غيرتني انا لما حاولت اقرب من ربنا شويه واعرف عن ربنا اكتر. انا ما كنتش فاجر مثلا زمان ولا حاجه وبعمل حاجات اللي هي كارثيه الحمد لله يعني، بس ستيل برضو اللي غيرني فكره ان انا بقى عندي هويه للاسلام شويه، فخر الاسلام. حتى لو هتشوفني مثلا لابس لبس معين، خواتم اللي بلبسها مش عارف ايه الكلام ده، كل حاجه لنفسي. لكن في الاول وفي الاخر بقى في حاجه بالنسبه لي كبيره، في هدف اكبر، في حاجه لازم اكون فخور بيها ايا كان، فخور بالاسلام، فخور بالصحابه اللي عملوا كل حاجه عشان الدين يوصل لنا هنا. فدي حاجه يعني احاول انا ابينها اكتر في الكونتنت بتاعي. وانت كاي شخص ما تتكسفش ان انت مثلا تصلي في مكان، تقول لهم يا جماعه ممكن تشوفوا لي مكان اصلي في هنا، مكان اصلي في مصليه، تاخد مصليه وتصلي في نص شغلك في نص اي الحوار ده. انا بالنسبه لي مش بيقلل منك باي شكل، بالعكس هو بيرفعك جدا. ولو بيقلل منك في عين ناس معينه، فانت لو مهتم بالناس اللي هي شايفاك قليل انت بتصلي، صباح الفل انت كده في ازمه. فبس نروح دلوقتي خلص دي كده وناخد التمرينه، نتكلم اكتر شويه. بس يعني زي ما برون شورن فخور ان الدين بتاعه غيره، خليك مبسوط انت كمان، الدين بتاعك خليك شخص اقوى. اوكي يلا بينا، احنا في الجيم دلوقتي، خد تمرين بول هارد كور، حاجه برون شورن كده، حاول نتارجت فيها كل العضلات، البول، الظهر، الكتف الخلفي، بايسبس. وعادي اليوم اجازه فالواحد ياخد وقته في التمرين بقى. اوكي وورم اب ست. كمان easy boy. easy ماشي كده تمام. خدت 1 بليت 2 بليتس 3 بليتس للتوب ست. اوكي easy top set, come on easy boy easy 8 reps ان شاء الله. come on go. Please. أجمل ما توقعت بصراحة، قلت هجيب 5 6 بوش تو 8 فنخش واحدة كمان نفس 3 بليتس. اوكي let's go for another one easy. يلا another one the same reps, come on come on easy boy, come on ماشي not bad.
عدتش مش عارف كام. الله اكبر. كم يس. بسم الله. دي كانت تبسط. اوكي حلت الوزن شوية. خش كنترول ده باك اوف كده. قللت تقريبا 3 بليتس بس مش كتير. الحوار عبثي جدا بس الجيم كان زحمه قوي 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 لدرجه ان انا اتخنقت، فقلت اروح اكمل في الجيم بتاعي التاني. مشترك في جيمين عامه يعني كل واحد ليه مميزاته. فدلوقتي رايح اخد تمرينه في جيم تاني ماشي في الشارع، قميص اصفر، كل رايح واللي جاي بتفرج. بس عادي بقى كله لاجل التمرينه. الشين دي بحبها عامه مش موجوده في الجيم التاني. لا خطيره. قمر. ريح سيكا بين ايد والايد عشان ناخد ايه زقه كده زياده. بايضه وهنا لعبت التي بار، مش تي بار، البار بالرو. كده كده بحبه بس مع رجوعي للمصارعه التمرين ده اساسي. بعرف حاجه قريب من السناتشنج شويه فبيديني باور لذيذ. اوكي نوت باد. الموضوع مش وحش عامة. وحش ياخد مجموعة كمان. كان سيد بيبي كمان. الاسترتش فيه مجنون لفوق بصراحة. اوكي ايزي مان. كده كده دخلت باي بالروم بس بحب اخش التيبار تشيست سبورت. اخش وان سايد بس دول 5 بليتس اللي قدامنا دي صغيره سيكا سعر 20 برضه.
نوت باد، كان عندي احسن بس ممكن برضه عشان في اخر التمرين فانا خلصان كده كده. بس قشطة، وان سيت كنت بطلع تمرين كويس، ف ليتس جو. خش واحدة وان سيت لاب بول داون كده، احنا قضينا وزيادة. كوم اون. دون سلم على التمرين اللي هي دي، مش قادر، لذيذ. اوكي خش دلوقتي كده خلفي. التمرين الناس كلها بتفكس له تقريبا، قلت لك ايه ده بيتطور مع كل حاجه اصلا. بس انا شايف حتى لو هو بيشتغل مع اكتر من تمرين لازم تديله حقه، حتى لو مجموعتين 3 في الاسبوع لازم تديله حقه بجد. اوكي بيبي كوم اون. ايزي كوم، نوت باد نوت باد. حلو، وزن تقيل سيكا بس مجموعة في اللذيذ بصراحة. كده ست ممكن اخشها كمان مجموعة، ممكن بكرة هلعب بكرة كتف ودراع، ممكن اخشها او اخشها في البول التاني. يبقى كده عملنا مجموعتين 3 في الاسبوع، فلذيذ قوي يعني. ماشي دلوقتي فكر عشان المصارعة، اخش الشجز بالبار، حاجة اولد سكول كده لذيذ بصراحة. يلا بينا. اوه اوكي. ايزي كمان. اوكي فيري بصراحة مش قادر. تمرينة لذيذة ستيبل، ثبتها واتطور فيها، الدنيا في اللذيذ يعني. عامة الصوت انا مش هيبقى ألذ حاجة، لسه بتست مايك جديد. بحاول اشوف ايه احسن سيتنجز ليه. كنت هجيب الام 2 على طول بس قلت اتقل، لسه الواحد بيرجع يشوف الدنيا هتقول ايه. ده كده كده مش وحش، وانا كمان عايز اخلي الفيديوز بره شويه عن الجيم، مش عايز كلها جيم بس. انا كده كده زي ما قلت لكم عايز اخرج من حته بودي بيلدر شويه. كنت عايز اودي 5 كارديو بصراحه بس مش هلحق، فايه that's it for today. ناخد وجبه بعد التمرين نشوف الدنيا تقول.